السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة او البروست او كنتاكي، ما تنسوش ان هو مقطعة. احنا هنعملها مع بعض في البيت بمكونات سهلة وبسيطة، وهنعمل الكمية دي كلها بنص فرخة. هنا انا بحاول اسمعكم القرمشة، يا رب تكون القرمشة صوتها طالع. زي ما انتوا شايفين مستوية جدا، والفراخ بيضة من بره، من جوه قصدي. والطعم حكاية، طعم جميل جدا، كان تحفة. كنتاكي كنتاكي يعني. هنا الكمية دي أنا عاملاها من نص فرخة، عملولي 6 قطع، عملولي 6 قطع النص فرخة دي. وعملت لهم رز الريزو، وطبعا الكاتشب أنا عاملاه في البيت، وجبت حبة كاتشب وجبت البهارات دي، كانت تحفة. حطيتها على الكاتشب، كانت تحفة بصراحة، باربيكيو، كانت جميلة. هنا انا عندي زي ما انتوا شايفين النص فرخة غسلها كويس قوي، ومقطعة النص صدر، مقطعاه اللي جناحها على جنب والصدر على جنب. نبتدي في البهارات. عندي معلقة كبيرة آه، توم باودر، وعندي جنزبيل، وعندي بصل باودر، وعندي كاري، وعندي بهارات فراخ، وعندي الفلفل الاسود، وعندي بابريكا، وعندي معلقة كبيرة من البهارات بتاعة الكنتاكي من العطار، والملح، وخل طبعا عشان بيطري الأنسجة بتاعة الفراخ، وزودتها مية. وهعينها بقى ايه، قلبتهم كويس، وهعينها في التلاجة ليلة. حابة ان انتي 3 ساعات اعمليها 3 ساعات، بس انا عاملاها بالليل وسايباها لتاني يوم الصبح لما نيجي نعملها. هنا بعد ما باتت ليلة، انا المية اللي هناك دي انا حطيت فيها نفس البهارات اللي حطيتها مع الفراخ مع المية. وهنا عندي طبعا الدقيق، حطيت عليه برضو نفس البهارات اللي حطيتها مع مع تتبيلة الفراخ، اللي هي معلقة كبيرة بهارات من العطار، والثوم باودر وبصل باودر وكاري وكركم و... وبابريكا مدخنة وبهارات فراخ. كل ده حطيته مع الدقيق، وانا حطيت الدقيق في علبة بلاستيك عشان ما يبهدليش الدنيا. وهبتدي ان انا اهزها كده بعد ما شلت الفراخ، حطيتها في الدقيق، ابتدي ان انا اهزها كده شوية معايا، علشان ايه، تتغلف كلها بالدقيق من غير ما يعني نتعب نفسنا كتير. شايفين اهي اتغلفت كويس اوي. هنا ده الورك بتاعي. هحطه تاني في المية، اللي هي المية اللي حاطين فيها كل البهارات، هنزل بيه في الدقيق تاني. انا بحب اعملها مرتين بس، مش اكتر من كده، عشان الطبقة ما تبقاش كتيرة قوي وطعم الفراخ مش باين. هحط بقى الصدر هنا. هنا انا حاولت ان انا اقطع الصدر بحيث يبقى مفرود اكتر. ننزلهم مرة في المية ومرة في الدقيق، عشان تدينا بس التمويجة بتاعت الكنتاكي. وهبتدي ان انا برضو اهز البتاع معايا شوية عشان خاطر تغلف كويس بالدقيق. حركيها كويس قوي معاكي عشان تتغلف، تلاقيها اتغلفت كلها بالدقيق. هنا بعد ما اتغلفت معايا كويس قوي، خدي بالك انا بحاول ان انا ايه، اشوف لو في حتة مش متغلفة ولا حاجة، اعملها في الدقيق تاني. بس كده. هي بحاول على قد ما اقدر عشان التموجات. شايفين التمويجة طلعت معايا ازاي؟ ما بضغطش عشان لو ضغطت التمويجة هتروح.
هنا أنا خلّصتهم، أنا عندي طبعًا زيت حطيته في حلة، لإن لو حطيت في حلة كبيرة هيبقى كمية الزيت أكتر، فإحنا بنحاول نقتصد يعني في الزيت، فحطيته هنا في حلة متوسطة وحطيت الزيت بتاعي، الزيت يسخن معاكِ توطّيه على نار متوسطة، مش عالية، نار متوسطة، الفرخة هتاخد معاكِ حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة، بتقلّبيها كل 10 دقايق، بتقلّبيها على كل جنب شوية، لحد أمّا تتأكدي إن 100% استوت الفراخ. هنا أنا سايباها، النور كان قطع يا جماعة معلش اعذروني، وأنا باحمّر فاضطريت أشغّل النور بتاع الموبايل. هنا أنا قلبتها الجنب التاني، أنا عاملاها على نار متوسطة بعد أمّا سخن الزيت، نار متوسطة عشان ما تاخدش لون معاكِ وتكون الفراخ ما استوتش، لازم ناخد بالنا من الحتّة دي، ما تستعجليش راحتها الفراخ على مهلنا عشان تطلع مستوية وحلوة، وأنا كل شوية باقلّبها كل 10 دقايق أقلّب الفراخ بتاعتي عشان تستوي من جميع الجهات. ممكن إن أنتِ تخلّي الزيت مغطّي الفراخ بتاعتِك خالص وبرضه تقلّبيها، هتبقي ضامنة إن هي تستوي من فوق ومن تحت، بس طبعًا إحنا الزيت ما حبيتش إن أنا أكتّر زيت أوي. هنا بقى خلصت معايا الفراخ، أنا باحاول ما أطوّلش عليكم الفيديو يا جماعة والله، لإن في ناس كتيرة بتقول إن الفيديو بيبقى طويل وهُم باقة ما بيقدروش يتفرّجوا، فباحاول إن أنا أنجز بسرعة. هنا البهارات اللي باقول لكم عليها اللي جبتها من العطار بتاعة الباربيكيو، لو اتلاقيتوها جرّبوها ضمان هتعجبكم جدًا، حطيت منها على الكاتشب كإني جايبة صوص باربيكيو تحفة. هنا الفراخ بتاعتي باحاول إن أنا أورّيكم تاني، أتمنى إن الوصفة تعجبكم. وأتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه في الكومنتات، وتقولوا لي إحنا جربناها، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة ولايك. ما تنسوش إن إحنا عاملين مقاطعة يا جماعة، المقاطعة مهمة، ده أضعف الإيمان، أضعف الإيمان إن أنت ما تجيبش حاجة بتدعم البني آدمين دول، نعملها في البيت، نعمل كل حاجة في البيت. إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا طالما مش قادرين إن إحنا نساعدهم بحاجة، المساعدة الوحيدة اللي إحنا نقدر نعملها إن إحنا نقطع أي حاجة، بهارات، أكل، أي حاجة نقطعها. مش ضروري إن إحنا نشتري، مش هنموت يعني لو ما أكلناش من الفراخ بتاعتهم. أنا مش عايزة أقول الاسم، لازم إن إحنا نقاطع، ده علشان خاطر إحنا مسلمين ومتدينين وعارفين ربنا، بس مش هاقدر أقول إلا أكتر من كده. ده بس علشان خاطر إحنا بنحاول نقف معاهم بأضعف الإيمان، أضعف الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.